بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. أهلا بكم حبايبي في مطبخ هند وإيمان. النهاردة إن شاء الله هنعمل مع بعض أكلة حلوة جدا، وهنعمل عليها عزومة كمان. هنصلي على الحبيب صلى الله عليه وسلم، ومعانا كيلو من الحمص أو كيلو ربع من الحمص. حمص الشام هتجيبيه من بالليل وهتنقعيه، وتاني يوم هننزله على ميه مغليه، وبص الميه بتاعته زي القشطه لان مغسول كويس جدا. هننزل بطماطم مخرطه، وهننزل كمان بمعلقه توم كبيره. جربي ان انت تعملي الحمص بالطريقه دي، طعمه تحفه. او ممكن بدل تخرطي الطماطم كده زي ما انا مخرطاها، لا ممكن اللهم صل على حضرة النبي، ممكن تعصريها. حطينا الحمص على النار، وهنعمل هنا الصلصه بتاعت الكشري. صلصه الكشري زي الصلصه اللي بتعمليها للفته بالظبط، بس الفرق ان انت بتحطي زيت بدل السمنه، وما ينفعش تحطي سمنه علشان ده كشري مش فته. او ما تحطيش اي ماده دهنيه غير الزيت. هنصلي على الحبيب صلى الله عليه وسلم، وحطينا تقريبا نص كوبايه من الزيت، ونزلنا عليهم بمعلقه كبيره من الثوم. وطبعا احنا زي ما احنا متفقين ان الكميات حسب الكميه اللي انت هتعمليها. يعني ما تعمليش كميه طماطم صغيره وتحطي معلقه ثوم كبيره بالطريقه دي معلقه ايه، معلقه تقليب مش معلقه اكل، معلقه غرف مش معلقه اكل. انا حطيتها علشان احنا هنعمل ما شاء الله، هعمل كميه كبيره. التومه زي ما انت شايفه كده خدت اللون الحلو دوت. وبعد كده هننزل بايه، تقريبا كده نص كوبايه خل او ربع كوبايه خل. هنقلب تقلبتين، وهنكون عصرين الطماطم، وهننزل بيها على التومه بتاعتنا. كميه القطه اللي انت اللي انت عايزاها او اللي انت عصراها تنزلي بيها على الحله. اللهم صل على حضره النبي صلى الله عليه وسلم. احنا حطينا هنا شفشقين خلاط، يعني شفشقين طماطم. وهننزل بالتوابل كالاتي: هننزل بالفلفل الاسود، وما نكترش. بصي المعلقه اللي انا بحط بيها، انا عايزه تيست، لان هنا معاكي خل ومعاكي توم، يعني اساسا الطعم حلو جدا. هنزل بالكمون. والكمون هيعمل معانا النهارده دور كبير جدا، لان طبعا الكشري بيحب الكمون. وهننزل بالملح. ومعلش بعد ما قفلت الكاميرا حطيت شويه سكر. طب السكر ليه؟ عشان نعادل حموضه الطماطم. معلقه سكر واحده، كانك بتحطيها في كوبايه شاي. هي ديت اللي هتنزلي بيها على الطماطم بتاعتك. اللهم صل على حضره النبي. وهنقلب تقلبتين، والتسبيكه بتقعد على النار يعني يا دوبك تاخد 3 4 غلوات، وتحسي ان لونها ابتدى يبقى احمر. هنا اهي بصي، تروحي طافيه عليها فورا، لان دي مش تسبيكه طبيخ هتسيبي الإدام يطلع على الوش، احنا عايزينها تبقى خفيفه. والحمص كمان كان اتعمل معاه. عملت كميه من البصل كويسه جدا، عملتها حلق في القطاعه بتاعه البطاطس الشيبسي اهيت. وهحط حبه منهم. اللهم صل على حضره النبي. طبعا هنعمل البصل بتاع بتاع الكشري. هنحط بس حبه هنا عشان ننزل عليها بالعدس، والحبه التانيين هنقليهم في الزيت لغايه ما ياخدوا معانا لون حلو جدا. وهنشوف هنعمل ايه مع بعض. صلي على الرسول صلى الله عليه وسلم. وان الكشري من احلى الحاجات اللي يعني المصريين كلهم بيحبوها. هناخد حبه كده كده محترمين علشان نقلب بيهم العدس، وننزل طبعا بالعدس. وبعد كده الرز. وهنشوف الطريقة مع بعض. الكشري كان تحفة يا جماعة، والله العظيم عجب ضيوفي جدا الطريقة دي، والحمد لله أنا ما بغيرهاش. هنحمر هنا بقى ايه. طبعا حطينا هنا اللهم صل على حضرة النبي زيت على البصل ده، طبعا زيت. هننزل بالزيت، وهنسيبهم يتحمروا. طب البصل ده يا هند انت حطيتي عليه ايه؟ انا حطيت عليه ملح فقط لا غير. في ناس بتحط نشا، وفي ناس بتحط دقيق علشان البصل يقرمش. والله البصل انا حطيت ملح، وطلع مقرمش اكتر من انت لو حاطه له نشا. ما بحبش بصراحه اضيف موضوع النشا والدقيق ده. الحمد لله الحاجه بتطلع معايا بفضل الله بفضل الله زي العسل. هنا بقى نقلت البصل على العين اللي من بره دي. وهنا كنت سخنت الزيت كويس جدا علشان احمر البصل بتاع الكشري. كميه البصل ما شاء الله حلوه، لان في ناس بتحب البصل على على الكشري كتير، فعشان كده انا عملته ما شاء الله حلو. وبعد كده هنطلعه في مصفى. وبعد ما تطلعيه في مصفى شويه، تروحي فردهم في صينيه، وتشوفي وتخليهم يشموا الهوا كده. يعني تحطيهم كده في حته يكون فيها هوا شويه، او تحطيهم تفرديهم، هتبص تلاقي البصل معاكي احمر وزي العسل. ده البصل اللي كان في الحله. غسلت العدس ما نقعتوش، غسلت العدس بس كويس جدا، ونزلت بيه على البصل اللي انا كنت محمراه في الحله. هنديله شوية مية، وهنسيبه ياخد غلوة واحدة. وبعد كده هننزل بيه على هننزل بالرز عليه. بصي بقى البصل اللي انا طلعته هناك اهو في المصفى. هنا كانت ابتدت اول طاسة تطلع من البصل اللي انا
عملته وبعد كده نزلت ايه حبه حبه، بحيث ان هما ما ياخدوش معايا وقت في الزيت. لو حطيتيهم كتير هياخدوا معاكي وقت في التحمير، لكن انا بحط حبه حبه كده يا دوبك على قد الطاسه، هتبصي تلاقيه مش هياخد معاكي اي وقت، وايه هيبقى كويس جدا. بصي ومقرمش ومخرفش وزي العسل. هنا خلصنا البصل خالص وركنته على جنب في صينيه، وخلصنا الحمص وخلصنا الصلصه، وهنبتدي نعمل في الايه في الرز والمكرونه. طبعا المكرونه بتاعه الكشري بتجيبيها مكرونه مشكله من عند الايه ال- العطار بتاعك، وبتقولوا له يعني تكوني عارفه اولا ان هي مكرونه نوعها ما بيتكسرش وما بيتعجنش، فخلي بالك من الحته دي كويس جدا، علشان لو اتكسرت او اتعجنت معاكي هتديكي نتيجه وحشه جدا. هنا العدس اللي احنا كنا حاطينه في الحله، وبعد كده نزلنا عليه غسلنا كمية الرز اللي احنا عايزينها، وهننزل بملح وهننزل بكمون فقط لا غير، مش هحط اكتر من كده، وهسويه. وخلي بالك من المية، ما تزوديش مية قوي، عشان مية الكشري لو زادت هيعجن معاكي وبصراحة مش هيبقى حلو. هننزل بالمية اهي، ما شاء الله الحلة ما شاء الله اللهم بارك كبيرة. هنقلب بقى هنا تقلبتين، وبعد كده هنغطي العدس على الكشري علشان يستوي معايا. انا بحب اعمل العدس على الرز بالطريقه دي، ما بحبش اعمل رز بشعريه اصلا في الكشري بصراحه، ما بحبوش خالص، لكن بحب الطريقه دي جدا، جربيها وان شاء الله هيعجبك. هنغطي ونسيبه يستوي. وهنا هنبتدي، كنا غالينا حله ميه وهننزل بيها المكرونه. هنعمل كده، كنت جايبه 2 كيلو مكرونه مشكله، وهننزل بيها. انا بحط في الميه بتاعه المكرونه ما بحطش اكتر من الملح. هتقولي لي زيت، هتقولي لي مش عارف ايه، اقول لك جربي ملح فقط لا غير، وخلي ميتك بتغلي وخليها كميه كبيره، هيديكي نتيجه زي العسل. سيبك بقى من الزيت والكلام الفاضي ده، مع احترامي يعني للجميع، يعني لو اي حد بيحط زيت في الميه، بس بصراحه انا مشوفش انها بتدينا اي نتيجه. وهوريكي المكرونة بعد ما تستوي هنعمل فيها ايه. لو قدمتيها بعد ما تخلصي الاكل بساعة هتلاقيها بفضل الله زي ما هي، زي المحلات بالظبط. هننزل بشوية الملح. هنا كانت اللهم صل على حضرة النبي، طبعا المكرونة استوت معايا بنسبة 80% أو بنسبة 90%، ما تسويهاش بنسبة 100%. في نفس الحلة من غير ما تغسليها هتشطفيها بس كده، ونحط فيها شوية زيت بس يكونوا محترمين. وهننزل عليها المكرونة اللي احنا صفيناها، وهننزل بمعلقة كمون وبمعلقة ملح، والنار هادية معاكي، تفضلي تقلبي فيها لغاية ما تحسي ان المكرونة كلها اتشربت من الزيت، هتلاقيها زي العسل. اولا ما تلاقيهاش معجنة وما تلاقيهاش ملزقة، وتلاقيها مفلفلة كده وزي العسل، زي المحلات ما بيعملوها بالظبط. يحيقوها بالملح والكمون ويعملوها بالايه بالزيت. لازم بس تحطي ايه كمية حلوة من الزيت، لو انت عاملة كمية ما شاء الله زي اللي انا عاملاها، طبعا حسب الكميات زي ما اتفقنا. هنا الرز ما شاء الله ابتدى يتشرب معايا، كان طعمه جميل. الف هنا وشفا للي كان منه. اللهم صل على حضرتك يا نبي صلى الله عليه وسلم. وهنا المكرونة نفس النظام. هنا بقى هنبتدي نعمل الدقة. الدقة في المحلات بيعملوها بالمية، ما بيعملوهاش بمية الحمص. الدقة في البيت تعمليها بمية الحمص، تاخدي المية بتاعة الحمص كده، وهنشوف هنعمل ايه مع بعض. هتاخدي بقى الكمية المناسبة اللي انتي عايزاها. احنا هناخد كمية حلوة عشان ما شاء الله معانا العدد كبير، وهنحطها على النار، هنولع عليها. اول حاجة هنعملها هنظبط الملح بتاعها، يعني هنحط ملح وهنحط توم وهنحط خل. دي الدقة بتاعت بره. لو الدقة بره بتاعت المحلات ما بيعملوهاش بمية الحمص ابدا، او لو حطوا فيها بيحطوا فيها نسبة كويس، يعني نسبة بسيطة، وبيكملوا مية، لان طبعا بيبقى ايه يعني شغل محلات. هننزل بالخل، وهننزل بمعلقة توم كبيرة، وهننزل بملح وكمون. اكتر من كده ما تعمليش في الدقة ديت. الدقة اللي هي اللي بتتجاب كده في اكياس، زي المية من مع في محلات الكشري. هنحط الكمون، مش بقولكوا الكمون النهاردة ليه دور كبير معانا قوي. هنقلب بقى تقلبتين وتدوقي احلى دقة. وهنا برضو هنعمل الايه الصلصة دي، صلصة زيت، صلصة زيت ديت، او نقول شطة زيت زي ما بيقولوا في المحلات. حطينا شوية زيت صغيرين كده، وهننزل بيهم بالشطة. وخلي بالك بقى لو انت عندك الجيوب الانفية تعبانة، او لو عندك حساسية، فايه نصيحة ابعدي في الطريقة دي.
حمريها كده تحمرتين بس، لفتها لفتين حسيت ان انا خلاص هكح، رحت نازله بالصلصه على طول. صلي على الرسول بقى صلى الله عليه وسلم. ولو انت عندك عزومه اعملي كشري وخشي بقلب جامد. هنحط هنا الصلصه او الكميه بقى اللي انت عايزاها في الشطه. ما شاء الله كله بيحب الشطه في الكشري، وتحديدا بقى في الشتاء الشطه بتبقى حلوه جدا، بتدفي وبتبقى حلو. هنقلب تقلبتين، وطبعا احنا ظابطين الصلصه معانا فمش هنحط اي اضافات، ولو حطينا هنحط حاجات بسيطه بحيث ان احنا نظبط بس الطعم. هنا بقى الصلصه خلصت، وهنا الدقه معايا خلصت، وهنا الرز ما شاء الله بيتشرب وخلاص على على ان انا اطفي عليه، والحمص معايا والصلصه معايا خلصت. وهنا كنا غرفنا اكلنا. ولو انت وصلتي معايا هنا متنسينيش بقى في اللايك والشير والسبسكرايب لمطبخ هند وايمان. لو انت مش مشتركه اشتركي وفعلي الجرس عشان ان شاء الله يوصلك كل جديد. شكرا للمتابعه حبيبتي، سلام عليكم.